انا وصلت اليابان. يا ولاد المجانين، يا ولاد المجانين، يا ولاد المجانين. كلنا واحنا صغيرين اتفرجنا على كرتون وانيميشن، وكل واحد فينا كان عنده شخصية بيحبها ومتيم بيها. مع الوقت لما كبرنا ومشاغل الحياة نسينا الكلام ده. بس هنا في اليابان الموضوع مختلف تماما. الانيميشن هنا اسلوب حياة. انا بتبسط لما باجي مكان بشوفه دايما على التيك توك وعلى التلفزيون وعلى كل حاجه، اول ما رجلي تنزل المكان ده بحس باحساس رهيب. ده واحد من الاماكن اللي انا كان نفسي اروحها. هلا دي جامده، دي جامده. صباح الفل من اليابان، يا صباح الفل والعسل والورد والياسمين. الحماس لا يوصف. البلد دي واحدة من البلاد اللي أنا نفسي أزورها من سنين، وأخيرا تحقق الحلم. فتعالوا بقى مع بعض كده نستكشف كوكب اليابان ونشوف بقى هل هو يستحق الزيارة ولا لأ. لسه نازل من الهوستل اللي أنا قاعد فيه، وأحلى ميزة في الهوستل ده غير إن هو نضيف، الشارع اللي إحنا فيه ده آخره دقيقة مشي. في أقدم معبد في طوكيو، معبد اسمه سينسوجي، وكمان في شارع هنا اسمه ناكاميسي. الشارع ده مشهور قوي بالاكل الشعبي الياباني، وهنروح برضه هناك نجرب شويه الحاجات بتاعت اليابان في الشارع. وطبعا دي ميزه لان اللي معروف عن طوكيو ناطحات السحاب والتطور والتكنولوجيا، فلما نبتدي من مكان قديم في طوكيو فدي حاجه بالنسبه لي جميله جدا. هنبتدي بقى من اقدم حاجه ونروح لاحدث حاجه في طوكيو. فتعالوا بقى نخش الشارع ده كده نستكشف المكان والمعبد، وبعد كده نروح على المكان التاني. النهارده عندنا يوم لطيف خفيف ظريف كده نستفهم فيه البلد دي بتمشي ازاي، علشان عندنا رحله طويله قوي لليابان. هحاول على قد ما اقدر استكشف فيها اكتر عدد من الاماكن، وان شاء الله هنعمل احلى فيديوهات في اليابان. يلا بينا يلا بينا. بصوا الهوستل اهو، بصوا الناحيه الثانيه الشارع هناك اهو. ده شارع مشهور هنا جدا اسمه ناكاميسي. الشارع ده انا بصيت فيه شويه كده امبارح اول ما وصلت، وفي شويه حلويات كده وشويه حاجات قديمه من اليابان. تعالوا بقى لو في اي حاجه حلال نجربها مع بعض. احنا بنطلع في نص الشارع بالظبط. بصوا الشارع هو على الطراز الياباني القديم. تعالوا بقى نجيب الشارع من اوله. اول ما تشوفوا البوابه دي تعرفوا ان ده مدخل الشارع. المدخل ده والبوابه دي واحده من اشهر البوابات اللي موجوده في طوكيو، والناس كلها بتيجي عشان تتصور معاها. بصوا بصوا كم السياح اللي واقفه هنا بتتصور معاها. كميه السياح اللي بتيجي عشان تاخد الصوره مع الكوره اللي متعلقه دي كتير جدا. يلا بقى ندخل الشارع ونجرب بقى شوية حاجات يابانية أصلية 100%. المنطقة هنا برضه عشان تبقوا فاهمين، اليابانيين نفسهم بييجوا هنا عشان يلبسوا اللبس التقليدي، بيأجروه أو يشتروه يعني زي كده. طول ما احنا ماشيين هنلاقي الناس لابسة اللبس الياباني، وبعد كده ياخدوا بيه الصور مع البوابة ومع الشارع. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي هم بيعملوها هنا ولاحظتها كتير. الو I wanna try one. Yeah, حلال ها؟ حلال اوكي. اوكي. وان بيس واحد. وان بيس يعني. جينا بقى عند عمو ده. ثانك يو اريجاتو. خدنا منه واحدة من البتاع دي المكنة اللي بتعملها. شايفين المكنة تقريبا بقالها 50 سنة ولا 100 سنة، حاجة كده قديمة جدا. بتاخدها توديها هناك كده، وبعد كده تطلع من هنا متكيسة ومتغلفة، وبعدين تاخدها تاكلها. الورقة دي أهم ورقة بقى ممكن تشوفها هنا. الورقة دي مكتوب فيها ايه بقى؟ مكتوب فيها ان ده شارع سياحي مش مسموح فيه ان حضرتك تاكل فيه وانت ماشي. وده على فكرة من ثقافة اليابانيين، ما ينفعش تاكل وانت ماشي، لازم تقعد في مكان تاكل. فهنجمع الحاجات كلها ونقعد في مكان ناكلها، مع ان البتاعة دي سخنة وتقريبا محتاجين ناكلها وهي سخنة، بس مش مشكلة. هنلف كده وناخد كذا حاجة ونروح نقعد في مكان نجربهم كلهم. الشارع هنا زحمة جدا. انا هوريكم الشارع وانا ماشي كده على ما الاقي حاجة تانية ينفع نجربها حلال. شايفين كمية السياح هنا قد ايه؟ هنا بقى هتلاقوا محلات ملابس، محلات للحلويات بتاعتهم المشهورة، وده محل بيبيع الحاجات اهي بتاعت اليابان القديمة، اللبس بتاعهم القديم والشباشب بتاعتهم القديمة اللي شكلها غريب دي. بصوا الشبشب عامل ازاي. على فكرة برضو يمين وشمال وقدام وورا، ولو مشيت المنطقة دي كلها فيها محلات بتبيع حاجات كتير، مش مجرد الشارع ده بس، المنطقة كلها كده. وده بقى فنان بيعمل الحاجة يدوي. شايفين بيعملها يدوي ازاي؟ تحسه فنان بيرسم.
يقوم قافلها وحاططها وحاطط كذا واحده قدامه. بصوا هو بيطلعها. بيعمل الحلويات يدوي واحده بواحده زي المكنه اللي احنا جبنا منها دي. هلو، وات از ذس؟ ايه اللي خدناه ده؟ ده رز عاملينه شبه حلاوه المولد اللي عندنا كده، طعمه حلو قوي. اوكي، اريجاتو. عارفين اللي هو زمان كنا بنجيب الحلاوه المولد ومعاها حاجه حادقه، حمص مع حلاوه مثلا، اللي هو حلو مع حادق، هو ميكس بقى. الميكس ده كده حاسه ببقي دلوقتي. هلو، I need to try one. Which one is better? Sweet potato pasta inside iMobile. وطبعا بما اننا في اليابان لازم نجرب الموتشي الياباني، فجيت عند المحل ده عليه زحمه، احنا واقفين طابور اهو، فان شاء الله يطلع حلو وجميل. Hello, I need one mochi. One more tea? Yeah. Which flavor do you want? One strawberry, please. Okay, 500. Don't eat in the street, eat here. On the right side. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Eat on the right side. Okay, I told you before I take. بصوا ده وهو بيعملها اهو. اهم حاجه هنا قبل ما يبيعوا لك المنتج لازم ينبه عليك ان انت ما تاكلش في الشارع، فاحنا محتاجين بقى ايه، نقعد في مكان ناكل فيه الحاجه دي كلها. تعالوا بقى نجرب الحاجات اللي احنا جبناها دي. احنا جبنا الاتنين دول وجبنا معاهم الموتشي، موتشي بالفراوله. اول حاجه جبناها من عند المكنه اللي بتعملها، اللي هي بقى لها 50 سنه دي اسمها نينجيو ياكي. مش عارف انا قلت اسمها صح ولا غلط، ثواني بقى ندوقها الاول. هي دي عباره عن كيكه محشيه من جوه عجينه صويا حمراء حلوه، فهي طعمها حلو بصراحه. بيقول لك ان دي من اقدم واشهر الحلويات في اليابان. نجرب بقى الحاجه التانية، هي مكتوب عليها ايه، ايميو باي. دي بقى عباره عن فطيره، حاجه برضو من الحاجات القديمه اليابانيه، محشيه بطاطا حلوه. والله طعمها حلو قوي. ده شكلها من جوه، بس هي من بره مش مديه على فطير خالص، بس طعمها حلو قوي. فاضل بقى اهم حاجه هنجربها هنا، الموتشي الياباني في اليابان. تعالوا بقى نجربه. حلو جدا، تحفه بصراحه. تعالوا بقى نجيب ازازه ميه نشرب، وبعد كده نخش على المعبد نستكشف فيه شويه، وبعد كده نروح مكان جديد. هنا بقى في اليابان موضوع انك عايز تشرب ده موضوع سهل جدا، مفيش اكتر من الفندنج ماشين في الشارع. في كل حته وكل زقاق وكل شارع هتلاقي فندنج ماشين. بتيجي هنا بتعملش حاجه، بس تحط الفلوس هنا اهي، هيظهر لك ان انت حطيت 100 يوان اهو. هتيجي عند ازازه الميه تدوس، شكرا، الميه وصلت. اسهل من كده مفيش. تعالوا بقى نخش المعبد. بصوا الشارع، هصور لكم برضو الشارع كده لحد ما اوصل للمعبد عشان تتفرجوا معانا. يعني انا هحاول بقدر الامكان ان انا اصور لكم شوارع اليابان بالكاميرا وانتوا تتفرجوا. يعني هقلل وش، انا عارف ان انتوا اكيد مش محتاجين تشوفوا وش، انتوا محتاجين تشوفوا اليابان، فدايما هتلاقيني جايب لكم الشارع. بصوا الشوارع الجانبيه برضو كلها هتلاقيها هنا محلات. ده بقى البوابه بتاع المعبد والمدخل بتاعه. ده شكل العماره اليابانيه القديمه. يلا بينا نخش جوه نشوف ايه اللي موجود وايه كميه الزحمه اللي جوه دي. لفته حلوه كده وانت داخل المعبد، عاملين لك بتاع بتطلع هوا بميه ساقعه بترطب عليك. بص عملت في ايدي ازاي، بس حلوه مع الحر ده بترطب على الواحد. تعالوا بقى ندخل جوه نشوف بقى ايه كميه البني ادمين دي. دي المبخره اللي على دخله المعبد. ده بقى مكان بييجوا يرموا فيه فلوس، بيقول لك برضه بتجلب الحظ. في حاجه هنا في المعبد لفتت انتباهي، ايه اللي مربوط ده؟ فلما سالت قالوا لي ايه، العلب دي فيها كروت، بتسحب كارت منهم، اللي مكتوب فيه هو حظك. لو جالك حاجه حلوه يبقى انت حظك حلو النهارده، ما جالكش حاجه حلوه بتربطها زي ما انتوا شفتوها كده. جنب المعبد بقى في زي جنينه حلوه كده، الناس بتيجي تتمشى فيها. تعالوا نخش الجنينه دي نشوف فيها ايه. فيها زي بحيرات صغيره اهي واسماك ملونه، زي شلال صغير اهو.
انا بصراحه داخل المكان عشان المباني التحفه اللي موجوده دي. شايفين المباني؟ وبص من هنا بقى بتشوفوا اطول برج انتنه في العالم. البرج ده اسمه طوكيو سكاي تري. دي انتنه بث تلفزيوني، مش برج سكني، يعني مش برج خليفه. ده اطول برج انتنه في العالم. ارتفاع الانتنه دي 634 متر. ممكن تحجز تذكره وتطلعوا، بس انا بصراحه ما بحبش اطلع الابراج، يعني مش من هواة طلوع البرج. احب اطلع جبل هايكنج كده، اقعد فوق، انام فوق. بصوا عاملين هنا زي تندات كده وقعدات في الجنينه، وبتنزل ميه من فوق عشان ترطب على الناس في الحر. اليابان انا من ساعه ما جيتها وحاسس ان في تقدير للشعب بطريقه رهيبه. واحنا ماشيين كده هتشوفوا حاجات من دي كتير، حاجات تبان بسيطه بس لما تبص عليها من بعيد تقول لا دي تفرق كتير. تعالوا بقى نطلع من اليابان القديمة دي ونروح لليابان الحديثة. عندنا مكانين، نحاول نروحهم الاثنين ولا نروح مكان واحد، انا مش عارف. يا اما نروح اشهر ميدان في العالم، يا اما نروح اشهر منطقة انمي في العالم. في الحالتين الاثنين اشهر في العالم. دي بقى لفتة بسيطة كده من لفتات اليابان. حاطين لك مية في الشارع تشرب منها زي ما انت عاوز، تملأ ازازتك وتشرب منها. Please feel free to drink safe and delicious tap water. انا بقول لكم من بدري، من ساعه ما وصلت وانا حاسس ان فيه اهتمام بالشعب بطريقه رهيبه. هنا في اليابان ممنوع الكلام في المترو. على فكرة هو مفيش قوانين بتمنع الكلام في المترو، بس هنا في ثقافة كده بيقول لك ان المترو ده منطقة راحة، فالناس بتقعد فيه ترتاح وهي راجعة من الشغل، من مشوارها. بما ان منطقة الانمي على طريقنا، فقلت انزل اشوفها بالنهار واحنا راجعين بالليل نشوفها بالليل عشان تتبسطوا يا بتوع الانمي. كلنا واحنا صغيرين اتفرجنا على كرتون وانيميشن، وكل واحد فينا كان عنده شخصية بيحبها ومتيم بيها. مع الوقت لما كبرنا ومشاغل الحياة نسينا الكلام ده. بس هنا في اليابان الموضوع مختلف تماما. الانيميشن هنا اسلوب حياة، والدليل على كده المنطقة اللي انا واقف فيها دلوقتي حالا اسمها اكاهابرا، او المسمى المشهورة بيه منطقة الانمي. هنا بقى في اكاهابرا دي ناس بتيجي من اخر الدنيا عشان تزور بس منطقة الانمي، اللي هي اشهر منطقة انمي في العالم، موجودة في مدينة طوكيو. انا بصراحه مش من عشاق الانمي، بس شدني الفضول اجي اشوف ليه بيجي ناس مخصوص عشان تشوف الحاجات دي. فتعالوا بقى نتجول كده ونشوف هل فعلا المنطقه تستحق ان يجي ناس تزورها ولا لا. يلا بينا. من اول ما دخلت الشارع اصلا وفي كميه ناس غريبه. كل المباني اللي انتوا شايفينها دي خاصه بموضوع الانمي ده، يا اما شخصيات بتتباع، يا اما العاب بتتلعب، يا اما محلات بتبيع بقى كمبيوتر وبلاي ستيشن والعاب وحاجات من دي. المنطقه هنا بالكامل لاي حد بيحب الالعاب والانيميشن. اكاهابرا دي اي حاجه تتخيلها في الموضوع ده هتلاقيها هنا. تعالوا نتجول بقى، وعشان نفهم المنطقه اكتر انا رايح اشهر مبنى في العالم لموضوع الانيميشن ده. كل المبنى اللي انتوا شايفينه ده بالعلو ده كله محلات بس بتبيع حاجات للانيميشن. شايفين كمية الزحمة اللي في المكان؟ السلم الكهرباء عليه طابور اهو. تعالوا نطلع اول دور نشوف فيه ايه. يلا. الدور ده كله شخصيات بس. هتلاقوا هنا بقى جميع الشخصيات اللي موجودة في الانيميشن من ساعة ما اتعمل في التاريخ، واسعار خيالية، يعني مش اسعار عادية. يعني الاسعار هنا مش رخيصة، ب 3000 و3000، يعني ما يعادل مثلا هنا 20 دولار التمثال. يعني ده مثلا ب 15000 ب 100 دولار. ايه دول؟ دول مثلا كده 34000 34000 48000. ايه الارقام دي؟ 48000 48000 ده يعني ممكن تقول 300 دولار. 300 دولار في تمثال. ده مثلا ب 39000 وده برضه ب 39000. هو في مشكلتين. المشكله الاولى ان انا عشان اعرف الشخصيات دي كلها محتاج ارجع كده 15 سنه فاتوا اتفرج على انيميشن من الاول واجي هنا عشان انا اعرف. انا ما اعرفش ولا شخصيه من دول ولا شخصيه. المشكله الثانيه بقى ان في ناس فعلا الهوايه بتاعتهم بتوصلهم لكده، ان هم يشتروا الحاجات بالارقام دي. تمثال صغير زي ده 16000 18000 28000. انتوا مش متخيلين التمثال قد ايه اصلا. يعني انا ممكن اوريكم. دي ايدي. شايفين التمثال قد ايه؟ اللي ورا ده كبير شويه، مثلا ممكن قد ايدي كده، ب 49000. بتاع الصغيره دي ب 20 دولار برضه. يعني قولوا لي في الكومنتات كده لو حد شاف شخصيه من هنا ممكن يجي يشتريها بالارقام دي، ولا انا اللي عندي مشكله مش عارف.
44,000 34,000 58,000. انت مين ابو 58,000 ده؟ ايه الشخصيه دي؟ حد يعرفها؟ انا همشي من المحل ده عشان انا لو قعدت اكتر من كده هتجنن. مش متخيل ان انا ممكن اخش ب $300 اشتري تمثال قد كده. وده دور كل اللي فيه عباره عن البتاع دي. ايه ده؟ دبوس. ده دبوس بتعلقه على صدرك كده بالشخصيه اللي انت متيم بيها. دور كامل في العماره بيبيع الدبابيس دي. بس تقريبا بقى هو مجمع كل الشخصيات اللي في العالم اللي نفسه في شخصيه يجي يلاقيها. بص انا يعني طلعت لحد الرابع الخامس نفس الفكره، يعني حاجات ليها علاقه بالانيميشن، ماجنت، العاب بلاي ستيشن، سيديهات بلاي ستيشن، اي حاجه ليها علاقه بالجيمنج موجوده هنا. وفي هنا كروت اهي لمحبين تجميع الكروت، بس برضه غاليه. ليه الكارت ده ب 12,000 وليه الكارت ده ب $100 وليه الكارت ده ب $300 وليه كارت ب 178,000؟ ايه الكارت ده يا جماعه؟ والنبي حد يفهمني في الكومنتات. ايه الكارت ابو $178 اللي داخل في $1000 ده؟ كارت ب $1000. ما في حاجات بدولار اهو. 12,000 29,000. ايه ده؟ ايه ده؟ كارت ب 4,218,000. احنا تمام. انا كفايه عليا في المبنى ده كده. شكرا يا جدعان. انا نازل. ها لو حد عايز حاجه مننا ما يكلمنيش. ها ده في كافيه هنا للناس اللي بتجمع كروت، تقريبا بيلعبوا على الكروت او ما في حاجات هنا غريبه انا مش فاهمها. يعني انتوا بتعملوا ايه على الكروت دي؟ دور كامل للكروت بس يا جماعه، في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. فانا تمام. انا كمان مش هنزل على السلم، انا هنزل في الاسانسير. انا كنت فاكر هنا ان انا هلاقي مثلا اغلى حاجه في المول مثلا ب $200 $300 $500. انا لحد الان مش عارف احسب الرقم اللي انا شفته يساوي كام بالدولار، بس هو يساوي رقم كبير. 4 مليون ين في كارت، حته ورقه قد كده. رقم خيالي في كارت. لو عربيه هنقوله ماشي. امشي امشي. انا نزلت من المبنى ده. يا ولاد المجانين يا ولاد المجانين يا ولاد المجانين. بص انا عارف، والله انا عارف ان كل هوايه في العالم ليها محبينها وليها مجانينها. يعني في الاول انا استغربت ان ممكن يبقى في تمثال ب $300، انما توصل لمرحله ان كارت برقم انا مش عارف احسبه. ليه؟ انا نزلت بالاسانسير تحت، ما بصيتش على حاجه تاني. بيقول لك من ضمن الحاجات اللي لازم تعملها هنا لو جيت انك تخش عماره من العمارات اللي هي بتاعت الالعاب دي. تعالوا ندخل العمارة دي. بيقولوا ان هي من اشهر العماير اللي موجودة هنا تجرب فيها الالعاب. ده اول دور في العمارة. الدور ده عبارة عن الالعاب اللي هي بتاعت الخطاف دي. كلها هنا العاب خطاف، انا بسميها كده لعبة الخطاف. تعالوا نطلع الدور التاني. يلا الدور التاني برضو خطاف. مش فاهم برضو المبنى كله العاب الخطاف دي. هنطلع الدور اللي بعده. يلا بينا. الله، خطاف برضو. تعالوا نطلع الدور اللي بعده. اخيرا العاب اهي حقيقيه اهي. ايه ده؟ كراش اهو. العاب عربيات. لا استنوا اقفل لكم الصوت عشان تسمعوا الاجواء هنا. شايفين؟ الفكرة ان كل الناس اللي بتلعب هنا مش اطفال، كلها كبار في السن. تعالوا نطلع الدور اللي بعديه. مش عارف ليه انا بدأت انبسط كده. في ايه؟ اليابانيين مركزين قوي.
الموضوع هنا كبير قوي 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 قوي. اعتقد ان هنا العاب قديمه شويه. ايه ده؟ انا مش فاكر اسمها، بس اللعبه دي احنا كنا نلعبها واحنا صغيرين قوي. هنا في زي نوستالجيا كده. ايه ده؟ ايه ده؟ كريزي تاكسي. مين اللي فاكر اللعبه دي يا جدعان؟ دي لازم نجربها دي. وانا بصراحه اصل جيل قديم، انا لما كبرت ما لعبتش العاب. يا عم ما بعرفش العب بلاي ستيشن 4. انا عارف ان في بلاي ستيشن دلوقتي 5 وحاجات غريبه. مش عارف انتوا عارفين اللعبه دي ولا لا؟ اللعبه دي كنا بناخد زباين نوصلها مكان تاني. اركب يا باشا. ايوه انت هتدفع مبلغ حلو. انا مبسوط قوي. الله 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 الله. اركب كيلو. ليه ليه ليه؟ انا مبسوط قوي. مين اللي فاكر الالعاب دي يا جدعان؟ انا فهمت ليه الناس بتوع الكروت دول عندهم الهوس بالموضوع بجد والله العظيم. القسم ده فيه نوستالجيا غريبه الشكل. كل الالعاب اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين حاطينها هنا. واحد كراش على السريع. يلا بينا. يلا بينا يلا بينا. الله 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 الله. ده كراش هنا بيطير، ده مش اللي انا لعبته. الاول 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 الاول. انا الاول. ايام ذا فيرست. صورتي اهي. انا اهو بشنب. شايفيني؟ شايفيني وانا بشنب؟ جو بقى. ايه ده؟ باي باي. سلام ايها المحل الجميل. ارجع بقى للشخصيه العاقله اللي انتوا تعرفوني بيها. اول ما جيت المنطقه دي شايف الناس كلها مبسوطه، في روح غريبه ما شفتهاش في اماكن كتير. الناس هنا كلها ماشيه في الشارع على وشها ابتسامه حلوه، فبقيت مستغرب يعني الناس دي مبسوطه قوي انها جت هنا ليه؟ مبسوطين عشان جم هنا يعني ولا ايه؟ لا الناس دي بتطلع العماير اللي فيها العاب دي تاخد باور قمه السعاده اللي انا فيها انتوا مش متخيلينها. الدور الاخير ده فيه نوستالجيا غريبه، في حاجه بتحصل لك كده اللي هو ايه، فجاه بترجع طفل وانت واقف وعايز تلعب كل الالعاب دي. بالمناسبه كده في 3-4 العاب انا لعبتهم مع نفسي. هاجي هنا تاني انا مع نفسي ماشي. هاجي بالليل اكون خلصت تصويري وحاجه. انا مبسوط وهلف معاكم النهارده لحد ما تزهقوا مني. هوريكم طوكيو كلها النهارده ان شاء الله. الطوابير هنا في اليابان ثقافة. أول ما توصل هتلاقي طابور وقف فيه. على سلم الكهرباء وقف طابور. على الأسانسير أول ما توصل هتلاقي طابور وقف فيه. في المطعم أول ما توصل هتلاقي طابور وقف فيه. سلم الكهرباء بقى هنا حوار. بصوا الناس واقفة إزاي. أوريكم أنا هنزل. أنا أقدر أمشي هنا محدش يوقفني. ناس واقفة طابور. بصوا الطريق قدامي عامل إزاي. مستحيل تلاقي واحد واقف هنا. المستعجل ينزل براحته. لو لقيت واحد واقف على اليمين اكيد اجنبي مش ياباني. برضه واحنا ماشيين في الشارع ناس ماشيه شمال وناس ماشيه يمين. بصوا زي العربيات اللي رايح شمال واللي جاي يمين. انت اوتوماتيك بتشوف الحاجات دي وفي نفس الوقت هم بيجبروك من كتر ما هم ماشيين صح بتمشي معاهم صح وخلاص. المبنى الصغير اللي انتوا شايفينه ده النوتي كورنر في اليابان. هو ده المكان الوحيد اللي مسموح لك تشرب فيه سجاير في اليابان، غير كده مش مسموح في اليابان كلها. ركزوا بقى معايا دلوقتي، احنا داخلين على اشهر ميدان في العالم. التقاطع اللي احنا داخلين عليه ده اكتر تقاطع بيعدي منه بشر في العالم. مرحبا بكم في تقاطع شوبويا، اشهر تقاطع بيعدي منه الناس في العالم. ثانية واحدة كده وهتشوفوا كمية الناس داخلة في بعضيها دلوقتي. 3 2 1 يلا بينا. يلا بينا. يا نهار ابيض ايه ده. شايفين كمية الناس اللي دخلت في النص دي غير الناس اللي هنا غير الناس اللي هنا.
بيقول لك ان التقاطع ده بيعدي منه كل دقيقه من 1000 ل 2000 ونص شخص. انتوا متخيلين الرقم؟ جاهزين؟ يلا هنعدي، يلا بينا. انا بتبسط لما باجي مكان بشوفه دايما على التيك توك وعلى التلفزيون وعلى كل حاجه، اول ما رجلي تنزل المكان ده بحس باحساس رهيب. فكره ان انت دايما كنت بتشوف المكان ده في التلفزيون وفجاه تبقى جواه، ده واحد من الاماكن اللي انا كان نفسي اروحها. يعني اليابان دي على قائمه الليسته بتاعتي من سنين السنين، اول ما جات لي فرصه ان انا اروحها ما ترددتش لحظه. على فكرة اللي مخلي التقاطع ده مميز ان هو كله بيفتح مرة واحدة. ده تقاطع شارع، وهناك كده تقاطع شارع، وده تقاطع شارع، وده تقاطع شارع، كده 4 تقاطعات للشارع. واللي عايز يروح من الشارع ده للشارع ده بيخش من النص، واللي عايز يجي من هناك لهنا بيخش من النص. فكل البشر اللي انتوا شايفينها دي بتعدي كلها مرة واحدة. طبيعي في كل التقاطعات ان كل شارع لوحده خلاص والعربيات شغالة عادي. يعني هو بيقفل الشارع ده ويعدي من الناحيه دي، ويقفل الشارع ده لا، هنا لا، التقاطع ده كله بيعدي في نفس اللحظه. فده اللي مخلي الناس كتير. والحاجه الثانيه برضو ان في ناس بتعدي مرتين 3 4 5. يعني في ناس زينا كده بيجوا لاول مره يعدي 4 5 مرات عشان يصور ويشوف المكان ويتبسط بيه. فدايما زحمه يعني طول الوقت، بالليل بالنهار هتلاقوه هنا زحمه. تعالوا بقى خدكم جوله في الشوارع المحيطه اللي حواليها، لان هي شكلها حلو قوي ومش هيبقى فيه كلام كتير اقول. الشوارع دايما اللي في الاماكن المشهوره دي بتبقى براندات ومحلات. فهاخدكم جوله معايا كده وهقفل المايك واتفرجوا عليها لمده دقيقه كده عشان تنبسطوا معايا وانا مسافر. يعني تسافروا معايا كده وتشوفوا الاماكن زي ما انا شايفها. يلا بينا ندخل الشارع ده. اصلا شكل الشارع وانت داخل جميل قوي. المكان ده مجنني من ساعة ما جيت اليابان، مش عارف بتاع ايه. عليه زحمة جدا جدا جدا، كمية الناس اللي بتقف على المكان ده، وفي محلات للمكان ده. يعني بصوا كمية الناس اللي جوه، ده محل كامل للمكان ده بس، كل المحل المكان ده بس. النهارده ان شاء الله احنا هنقابل صديق ليا مصري عايش هنا بقاله 7 سنين، هيجي ان شاء الله كمان شوية كده وهيفهمني بقى شوية حاجات على اليابان، ويفهمنا بقى شوية الحاجات الغريبة دي. هكمل لكم بقى الشوارع. البلد دي الوان وانوار واجواء في كل مكان. الشارع ده بالليل طبعا بيبقى حاجه تانية يعني. احنا هنروح محطه تانية كمان شويه ونرجع هنا بالليل، هصور لكم برضو المكان بالليل. بص، هو زي اي مدينه كده، مكان مشهور هتلاقي كل المحيط بيه براندات ومحلات، ومحلات هدايا ومحلات العاب ومحلات اكل مشهوره. لو جيت شيبويا لازم تشوف تمثال الكلب ده. الكلب اللي ورايا اللي الناس كلها جايه بتتصور معاه ده اشهر كلب في العالم، واتعمل عنه اكتر من فيلم. انتوا متخيلين ان الكلب ده حضر حفل تنصيب التمثال بتاعه؟ الكلب اللي ورايا ده هو اشهر كلب في العالم. قصه الكلب ده صاحبه كان دكتور جامعه. المهم كان كل يوم وهو رايح الجامعه الصبح الكلب يوصله لحد المحطه ويرجع بالليل تاني يستناه. ففي يوم من الايام الدكتور ده توفى وهو في الشغل. المهم ان الكلب ده كل يوم كان بيجي المحطه الصبح ويجي اخر النهار يستنى صاحبه ما بيجيش، يجي كل يوم اخر النهار يستنى صاحبه ما بيجيش. الكلام ده لمده قد ايه؟ 9 سنين.
انتوا متخيلين يعني ايه كلب لمده 9 سنين يجي يستنى الراجل في نفس المكان اللي كان بيستناه فيه لحد ما مات الكلب ده بعد 9 سنين؟ واليابانيين بقوا بيعتبروه رمز الوفاء عندهم. قبل ما يموت بسنه عملوا له التمثال ده وحضر الاحتفال بتاع تنصيب التمثال بتاعه ساعتها. وده شكل الكلب. وعلى فكره معلومه، التمثال اللي موجود دلوقتي مش الاصلي، التمثال بتاعه اتسيح في الحرب العالميه الثانيه وعملوا له تمثال جديد بعد الحرب ما خلصت. ده قصه كده من القصص المشهوره في اليابان، كان لازم احكيها لكم. يلا بينا نروح على المحطه الثانيه. وصلنا بقى عند محطه شينجوكو. المنطقه دي شكلها رايق قوي. المول اللي في وشنا ده فيه حاجة مميزة كده، شايفينها؟ شايفين الحاجة المميزة دي؟ في جودزيلا فوق. المول ده مشهور براس الجودزيلا اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا بقى نروح نقابل صديقنا احمد ده يفهمني بقى البلد دي ماشيه ازاي. انا كده وريتكم الاماكن الهايلايت اللي انا اعرفها. انا بكره مسافر، هنرجع طوكيو تاني ان شاء الله في اخر السفريه، لسه مش عارف امتى. نعمل فيها شويه حاجات مجنونه جدا. دلوقتي بقى بما ان اليابان دي قصه وانا مش فاهم اي حاجه، فانا قابلت اخويا وصاحبي احمد صبري، مصري بقاله 7 سنين عايش هنا. اهلا اهلا بالجميع وهتنبسطوا مع سولم. معاه بقى ايه احلى فروسه الصغير. بصوا انا من ساعه ما جيت الشارع ده وانا عمال شايف اليابانيين زي ما انتم شايفين كده واقفين عند الاجهزه دي. انا مش عارف ايه الاجهزه دي. البلوجر الصغير بتاعنا فارس هيشرح لنا كل حاجه. انا بقى اختار دي. اول حاجه المفروض نحط الفلوس هنا، شايفين؟ وتاني حاجه لازم نلف دي. ايه ده؟ دي ليه مش بتلف دي؟ وبقى نطلع لنا دي. ايه بقى دي؟ دي بقى ايه؟ لعبة تفتحوها كده. لعبة صغيرة. وكده خلصنا. بس في حاجة تالت حاجة بقى. تالت حاجه دي تالت حاجه صح؟ اه. ايه بقى؟ فلازم نفتحها ازاي؟ اساعدك؟ ساعتها اهي. ايه دي بقى؟ اتفتحت ده هنجيبها البيت ده نلعب بيها. خلاص بس كده. ايه اللعبه طيب؟ اللعبة دي ساعه. ايه؟ ساعه. ايوه دي حلوة اوي. حلوه؟ هلا ساعة. دي جامدة. استنى ولا نخلصه بقى نحطه هنا. اخر حاجة يا جماعة. بس كده خلصنا. ده قصة بقى المكن اللي اليابانيين بيتجنوا عليه، مش عارف كبار وصغيرين. يعني بصوا الناس قد ايه هم بيعتبروها حظ، حاجة للحظ. يعني كل الشخصيات دي اللعب اللي بيلاقوها دي بتبقى الشخصيات، هم كانوا صغيرين كانت شخصيات كرتونيه، فهم ايه يحبوها يعني. يشوفوها ويشوف حظه النهارده يطلع له ايه. هو دي الالعاب دي كلها عبارة عن شخصيات كرتونية اهو، زي ما اخونا احمد قال. وهو بقى لو طلعت له اللي بيحبها يبقى هو حظه حلو. دلوقتي بندور على مطعم عشان جوعنا، عاوزين نتغدى. اكلنا حاجة حلال. عاوزين حاجه حلال وعاوزين حاجه حلوه، مش عاوزين نتكروت. بنقول لكم كمان شويه اتوفقنا فيه. احنا جينا ناكل سوشي في بلد السوشي، وعلى فكرة دي أول مرة في حياتي هاكل سوشي. يا لهوي. ايه؟ دورنا 500 وهم عند 400. ما نريح شوية، أنا مش قادر أصلا. جينا مطعم اسمه ايه؟ سوشي رو. ده المنيو بتاعتهم اهي. أنا أول مرة آكل سوشي في حياتي. يلا يا شباب احنا هنضرب على طول. أنا مش هعمل عليكم عميق، أنا أول مرة هاكل سوشي في حياتي، فأحمد هيطلبوا لي ونجربه مع بعض. هيعجبك. ماشي إن شاء الله. الدنيا بتشتي شتاء عالمي، فمش هنعرف نصور أي حاجة، الناس كلها أساسا ركنت على جنب.
وده بقى كان حصيلة يوم واحد لف في اليابان. عشان ببساطة مفيش باسكت زبالة في الشارع، فلازم حضرتك تجمع الزبالة في شنطتك وتيجي ترميها في الفندق، في السوبر ماركت اللي انت اشتريت منه لو لسه واقف. المهم ان مفيش باسكت زبالة في الشارع. صباح الفل. طبعا الدنيا شتت امبارح جدا فما عرفتش اصور حاجه، بس اتعلمت من احمد حاجات كتير جدا 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 في اليابان، واتعلمت ان انا اكل سوشي. احنا هناكل سوشي للصبح. على فكره انا مبسوط ان انا حبيت السوشي لسبب واحد، ان انا في البلد دي لما مش هلاقي اكل حلال هخش اكل سوشي، فهقدر اتجول واروح في اي حته في البلد. لميت شنطي وعدتي وهطلع بره طوكيو. انا ماليش في المدن والزحمه. هنروح اوساكا، ومن اوساكا نطلع كوره بقى نستكشف الريف الياباني. اخدكم معايا بقى الفيديو الجاي، نروح نركب القطر اللي بيقولوا عليه الطلقه بتاع اليابان ده، ونروح على اوساكا بقى، ومن اوساكا نروح على كام مدينه كده انا نفسي اروحهم. هنتبسط ان شاء الله في اليابان. ان شاء الله اللي نفسهم يشوفوا اليابان ما تستعجلوش، هتشوفوا حاجات كتير قوي. يلا بينا يلا بينا، اشوفكم الفيديو الجاي.